السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض عيش في البيت كده سهل وبسيط وطعمه جميل جدا. معايا كيلو دقيق، وهنا في الطبق معايا معلقتين دقيق منسوحين، ومعايا نص معلقة بيكنج باودر، ومعايا نص معلقة سكر. آه وهحط عليهم معلقتين كبار من الخل، وهقلبهم مع بعض عشان خاطر نحطهم على الدقيق. وهركن الطبق كده، ومعايا هنا في الطبق التاني دوت معلقة من الخميرة ومعلقة من السكر، واحط عليهم حبة مية دافية. هحط على الدقيق رشة ملح، وهقلب ده كده مع بعضه. انا هحط هنا نص كوباية مية على الخميرة عشان تخمر، عشان تشتغل كده مع بعضيها، واقلبها كده واسيبها. طبعا انا مدفيه ميه طبعا عشان الدنيا دلوقتي ساقعه شويه، فهنعجن بميه تكون دافيه، لكن لو في الصيف هنعجن بميه من الحنفيه. هنا قلبت المكونات مع بعض، الخميره السكر والبيكنج باودر والدقيق والخل، قلبته كده مع بعضه، وهنزل بيه على الدقيق. واحط حبة زيت، حوالي بتاع 4 معالق كده زيت، او ربع كوباية صغيرة من الزيت، عشان خاطر يطريلي العجينة. والمحسن الخبز دوت اللي انا عملته بتاع الدقيق والبيكنج باودر ده، عشان ده محسن خبز يا جماعة، محسن خبز عشان خاطر يخلي العجينة ناعمة وطرية، يخلي العيش طري معايا. وهنا هحط كوباية مية واعجن. محطش المية كلها مرة واحدة، لأ، واحدة واحدة، عشان خاطر العجينة ما تطرش مني. طبعا انا مخليه حبة دقيق برضو احتياطي، عشان لو العجينة طريت معايا اخد منها. اعجن كده كله في بعضه، والم الدقيق كله كده. انا حطيته في الصينية علشان خاطر يبقى ايه، يبقى معايا براحتي، يعني بدل ما احطه في الطبق لا، يبقى ايه معايا كده براحتي. وهحط هنا الخميرة. طبعا الخميرة هنا شغالة، وانا متأكدة منها. كنت انا عاملة العيش برضو من قبليها، ومتأكدة ان هي شغالة، فحطيت كده واقلب. هي والكيلو دقيق خد معايا حوالي كوبايتين ونص من المية، حوالي كوبايتين ونص. طبعا كل دقيق بيختلف من التاني. الدقيق ده يا جماعة دقيق زيرو، دقيق زيرو، اللي هو بتاع اللي هو متعدد الاغراض، اللي احنا بنعمل بالكيك. لو انت عندك دقيق بلدي حط شوية مع الدقيق الزيرو، هيبقى حلو قوي. طبعا هيبقى عيش بلدي، هيبقى جميل. بس طبعا انا ما كانش عندي، انا كان خلصان بصراحة، فعملت بالدقيق العادي. وهنا طبعا آه، بعجن العجينة. انا بسيبها 5 دقايق وبرجع لها تاني واعجنها، يعني انا بسيبها 5 دقايق واروح راجع لها تاني، عشان العجينة بتبقى معايا ناعمة وطرية، وليها كده ملمس غريب وجميل. بصوا بعملها ازاي. اي عجن يا بنات زي ما يجوا معاكم. بصي الطريقة دي سهلة وحلوة، يعني مش صعبة ولا حاجة. خلاص، يعني مش سهلوا، يعني سهلوا الدنيا على نفسيكم، مش صعبهاش. لو وصلت معايا بقى لغاية المقطع دوت، يا ريت تشتركي في القناة لو القناة عجبتك والمحتوى عجبك. يا ريت تشتركي معايا في القناة، تشرفني اشتراكك، وتكتبي لي تعليق حلو، واللايك بايدك الحلوة كده تحطهولي وتشجعيني. طبعا انا بليت ايدي بس مية، انا حطيت كوبايتين بس ونص مية. ولما باجي اعمل اعجن فيها، ببل ايدي بس كده بلة بسيطة واعجن فيها. شفتوا؟ بقول لكم بصوا، هنا العجينة بتبقى ناعمة وجميلة، يعني لما بسيبها 5 دقايق وبرجع لها بتدي نعومية غير طبيعية للعجينة. يبقى اسيبها 5 دقايق وبرجع اعجن فيها كده عجنة كده بسيطة. هنا كده بقى هسيبها تخمر. بوريكم بصوا الخمر ابتدى يشتغل فيها من قبل ما اريحها. هنا هحط عليها كيس واسيبها تخمر. قعدت حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع تقريبا. وهنا خمرت اهيت معايا. وبحوش كده الكيس من عليها، وهبتدي بقى اقطع فيها. والطبق دوت فيه معلقتين من الزيت. هنا بقى هبتدي اقطع، ومعايا النشابة عشان افرد بيها. طبعا انا كنت ممكن افرد على ايدي، بس ما رضيتش افرد على ايدي علشان خاطر طبعا مش كل حد بيعرف ان هو يفرد على ايده او على المطرحة. لا، عملت كده بالنشابة. هنا ببل ايدي من الزيت، امسح كده مسح كده عشان خاطر يبقى وشها ناعم. واحط على الردة. انا الردة ديت بجيبها من عند العطار، قولوا له عايزة ردة ناعمة.
وبتنخليها. طبعا الدقيق بيبقى منخول والردة بتبقى منخولة. وهنا عملت الكيلو طلع معايا حوالي 15، طلع معايا 15 رغيف. طبعا انا مش هغطيه ولا حاجة، انا دهنه وشه زيت وسبته يرتاح حوالي ربع ساعة. بلاقيه كده اتنفخ كده شوية، وبفرد هنا على الردة واحط رشة كده، رشة دقيق بسيطة خالص على الوش، وافرد بين النشابة بحطها في نص الرغيف، واخرج لبره، احطها في نص الرغيف واخرج لبره، والف الرغيف عشان خاطر يطلع معايا مدور وشكله حلو. الطريقة سهلة وبسيطة يا بنات، مش عايزة اقول لكم قد ايه جميلة قوي قوي قوي. طبعا انا هنا رصيت وعاملة هنا خط كده بالدقيق عشان خاطر اعرف اللي انا قرصته اول حاجة. اللي قرصته اول حاجة هو اللي انا هاخده اخر. اللي قرصته اول حاجة هو اللي انا هاخده اول حاجة قرصتها. اللي قطعته من العيش هو اللي انا هبتدي اخده. طبعا انا عشان كنت المكان اللي انا بفضيه برجع احط فيه بس علامة بس كده عشان خاطر تذكرني ان دوت اول بداية العيش، عشان خاطر يبقى خمران معايا ومرتفع. ريحته قد ايه بعد ما قرصته، بعد ما قطعته؟ قعدته حوالي ربع ساعة، وابتدي كده امسح الردة من عليه عشان خاطر ما تتحرقش وتشيط لي العيش. بمسح الردة كده بكل سهولة. خلاص، وحاطة هنا الطاسة تكون سخنة، مشغلة طبعا النار والطاسة سخنة. احط كده بالراحة واسيبه طبعا على نار تكون هادية، ما تكونش يعني تحت الوسط يا بنات، يعني تحت الوسط. احط اكون مشغله النار عشان خاطر ما تحرقليش العيش. وانا لو عاوزه اغطيه، مش عاوزه اغطيه برضو عادي، يعني مش لازم اغطيه. التغطيه ديت مش مهمه قوي، بس عشان خاطر طبعا العيش يبتدي ان هو ياخد من السخونيه. بصوا ما شاء الله، الله اكبر. اقلبه كده ويبتدي ان هو يتنفخ. بوريكم ان هو ما كانش منفوخ كله، بس بيبتدي بقى يتنفخ معايا يا بنات. لو في رغيف ولا رغيفين ما انتفخوش عادي، ممكن اكون واخداه بالغلط او ما خدش راحته في ان هو يتنفخ في الخمر قصدي يعني. فعادي، المهم ان العيش معايا طعمه وريحته. انتوا هتشوفوا هنا العيش كله كان قابب معايا. بصراحة خدت رغيف بالغلط، خدت رغيف قبل رغيف، فرغيف وحيد بس هو اللي ما اتنفخش، وبقيت العيش كله كان ما شاء الله كله كان بيتنفخ. وطبعا انا اتلخبطت عشان خاطر للأمانة يعني. فعادي، يعني ايه المشكلة ان رغيف واحد ما اتنفخش او رغيفين؟ عادي، هو ما خدش راحته في الخمر، ده بيبقى ان هو نقص خمر شوية، كان عاوز يقعد بشوية كمان. هنا طبعا بستنى عليه وبقعد اقلب فيه. استنى عليه دقيقة واقلب عادي، واستنى عليه برضو دقيقة واقلب. بصوا ما شاء الله. طبعا هو لما بيطلع بيهدى النفخان بتاعه دوت بيهدى، لكن كله ما شاء الله الله اكبر. يعني حاجة ما شاء الله. الشقة كلها كانت ريحتها عيش كده وحاجة جميلة بصراحة. بصوا بوريكم هنا برضو كل رغيف، والله كنت بوريكم كل رغيف. حتى جنى بنتي عماله تقول لي خلاص يا ماما انت هو توريهم العيش كله؟ ما خلاص، ما هم شافوه. قلت لها لا. هنا بوريكم ان انا بمسح الرده، كل رغيف بطلعه بمسح الرده عشان خاطر الرده ما تتحرقش في الطاسه وتلزق في الرغيف. فطبعا كنت بنضف كل طاسه. بصوا هنا العيش بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله قوي. حتى جنى بنتي قعدت تلعب كده عماله تلف فيه وعماله تعمل فيه. فبصوا هنا بسم الله ما شاء الله. انا بوريكم بقول لكم مش هو رغيف واحد اللي انا وريته لكم، لا، ده كل رغيف بسم الله ما شاء الله طلع معايا زي الفل. طبعا والتليفون كان فاصل معايا يا بنات، ومش عايزه اقول لكم عماله اصرخ كل شويه احطه على الشاحن واجي ارجع احوشه، احطه على الشاحن وارجع احوشه. فعشان بتقولي خلاص يا ماما، خلاص يا ماما هم شافوه والله. قلت لها لا، هم عشان خاطر يشوفوا كل حاجه. كنت عايزه اوريكم والله كل رغيف اوريهولكم يا جماعه. كنت مبسوطه قوي بيه وفرحانه. كل ما اجي والله ببقى عايزه اصور لكم كل مره بعمل العيش، بس بصراحه مش عارفه، كنت ببقى متضايقه كده ومش عارفه اصور لكم، لاني ما عنديش ستاند ان انا اثبت التليفون عليه، مش غير الستاند الصغير. وطبعا جنى لو هي في المدرسه فانا ما بقاش عارفه ان انا امسك التليفون واظبط الدنيا، فكل شويه اقول لها الحقي يا جنى تعالي، الحقي يا جنى تعالي صوري. ف
وجننتها بصراحة في اليوم دوت معايا، بقت عمالة تضحك تقول يا ماما انت خلاص، يا ماما في ايه؟ خلاص والله كله شافوه اتأكدوا ان انت عاملاه، انت مش انت شارياه يعني كده. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. فعايزاكي ما تنسيش بقى ان انت تشتركي في القناة لو عجبك المحتوى، وتشجعيني كده وتكبريني، واسرتي كده تكبر بيكو. انا ببقى مبسوطة والله بالتعليقات بتاعتكو، كل حاجة بتعملوها والله العظيم بتبقى يعني ببقى فرحانة قوي، وانتوا على راسي. وكل اللي دخل عندي شرفني والله ونورني. مش عارفة اقول لكم ايه والله على تعليقاتكم. ده كان اخر رغيف معايا. وبصوا ده كان اخر حاجة كده، صغنطوط كده وجميل وكنت فرحانة بيه. مش عارفة اقول لكم ايه. ما تحرمونيش بقى من اللايك والاشتراك بتاعكم والتعليقات الجميلة بتاعتكم. ربنا يا رب يا رب يدومكم نعمة في حياتي، وانتوا على راسي والله. ربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني. ما تنسوش بقى يعني اقول لكم ايه. اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معاكم هدى عبد الحكيم.